موضوعنا اليوم موضوع مختلف، موضوع شيق، موضوع ممتع. هنتكلم فيه عن استضافة كأس العالم في دولة قطر العربية الشقيقة 2022 اللي هيكون حفل الافتتاح إن شاء الله يوم 21/11/2022، يعني بعد أسبوعين من دلوقتي بالظبط. قبل ما نتكلم عن أهم الاستادات وأهم المجاميع في كأس العالم فيفا قطر 2022، بدعوكم الأول إن احنا نحط لايك على الفيديو واشتراك للقناة، وشكرا مقدما ليكم. ويلا بينا نبدأ أهم الاستادات في قطر وأهم المجموعات. وقبل كل ده عايزين نعرف تاريخ وتكلفة استضافة كأس العالم في كل دولة من الدول التي استضافت كأس العالم. ففي فرنسا 98 تكلفت 2.3 مليار دولار، وفي اليابان 2002 تكلفت دولة اليابان 7 مليار دولار تكلفة إقامة كأس العالم. وفي ألمانيا 2006 كانت ألمانيا ب4.3 مليار دولار. وفي جنوب أفريقيا 2010 3.6 مليار دولار. ثم جاءت البرازيل بأعلى تكلفة حتى الآن 15 مليار دولار. ثم روسيا بعدها ب11.6 مليار دولار. ثم دولة قطر في 2022 ب220 مليار دولار، وهو اقتصاد بعض الدول لا تقدر عليه. يلا بينا نعرف أهم الاستادات في دولة قطر، وهنبدأها باستاد وملعب لوسيل الدولي، الملعب الذي يتسع ل80,000 متفرج، ملعب عظيم وهيحتضن نهائي كأس العالم 2022. واستوحى تصميم هذا الاستاد من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، ويعكس هيكله الخارجي ثقافة عربية بالغة الدقة. بعد كده هناخد الملعب الثاني وهو ملعب السمامة، وهو يتسع ل40,000 متفرج، يستضيف حتى مباريات الدور ربع النهائي. استوحى تصميم الملعب من القحفية، وهي القبعة العربية التقليدية التي يلبسها جميع الرجال في جميع الدول العربية. يتم بعد ذلك تخفيض سعة الاستاد إلى النصف وتبرع بها لتطوير مشاريع كرة القدم. استاد البيت أو الخيمة أحد ملاعب كأس العالم في قطر 2022، يشهد المباراة الافتتاحية يوم الاثنين 21 نوفمبر، وهو تم تصميم المكان لتمثيل الضيافة العربية، وهو مغطى بهيكل يشبه الخيمة العربية التقليدية المعروفة باسم بيت الشعر. بعد ذلك ملعب استاد أحمد بن علي، وهو يتسع ل40,000 متفرج، يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، ويكون مقر النادي الريان القطري. بعد ذلك استاد خليفة الدولي، ويتسع أيضا ل40,000 متفرج، وهو استاد عزيز على قلوب كل القطريين لأنه أهم وأول استاد تم إنشاؤه في 1976، وتم تجديده ليستضيف كأس العالم فيفا قطر 2022. استاد 974 وهو استاد مختلف عن كل استادات العالم، يتسع ل40,000 متفرج، ومتكون من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، يرمز إلى التاريخ البحري للدوحة ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه. ثم بعد ذلك استاد الجنوب، ويتسع ل40,000 متفرج، ويقع في مدينة الوكرة جنوب قطر، وهي أهم وأقدم المدن القطرية المليئة بالسكان. ثم استاد المدينة التعليمية، ويتسع ل40,000 متفرج، وتحيط به عدة من الجامعات الرائدة في قطر، ويستضيف المباريات حتى الدور ربع النهائي. ثم